سنه 1990 كان في واحده ست قاعده في محطه قطارات مدينه مانشستر مستنيه القطر اللي رايح لندن. الست دي حياتها كانت تصعب على الكلب الحزين من اللي هي شافته في حياتها، من طلاق جوزها اللي كان بيعاملها زي الزفت ويسيبها مع بنتها الصغيره لوحدهم، لاكتئاب واحساسها بانها ملهاش اي قيمه، وده اللي خلاها تفكر في الانتحار اكتر من مره. لحسن حظنا احنا بقى القطر بيتاخر 4 ساعات، وهتفهم ليه لحسن حظنا ده. وهي قاعده بتهرب من الواقع بتاعها جوه خيالها، فبيجي في خيالها قصه عن ولد صغير ابوه وامه ماتوا وهو لسه طفل رضيع، وبيعيش مع قرايبه الوحيدين اللي هو خالته وجوز خالته، واللي كانوا بيعاملوه معامله وحشه جدا، لحد لما بيجي له جواب وبيبلغه ان الساحر هاري جيمس بوتر اتقبل في مدرسه هوجورتس للسحره والساحرات، واللي هتغير حياته كلها. وما كانتش تعرف ان حياتها هي كمان هتتغير 180 درجه بسبب هاري بوتر. وعلشان وقتها ما كانش معاها ورقه وقلم، قعدت ال4 ساعات وطول الطريق للندن بترسم العالم ده جوه خيالها، وبتتخيل في تفاصيله، تفاصيل الطفل الصغير هاري بوتر، وتفاصيل العالم السحري اللي هيعيش فيه اول لما يتم 11 سنه. الست دي هي جي كي رولينج. اتولدت جوان رولينج في انجلترا سنه 1965، وكان عندها اخت اصغر منها بسنتين. كانت رولينج بتحب القصص وخيالها كان شغال ايه الله ينور. كانت دايما تقعد وتقعد اختها قدامها وتقعد تحكي لها حكايه. تخيل لدرجه ان اول قصه كتبتها وهي عندها 6 سنين بس، عن ارنب صغير اسمه ارنب بيجي له حمى وبيجي يزوروا الحيوانات، ومنهم نحله كبيره اسمها الاستاذه نحله، وسمت الحكايه دي حكايه الارنب لانها في الوقت ده كانت بتحب الارانب جدا، وكانت بتحاول انها تقنع ابوها وامها انها تربي ارنب في البيت لكنهم رفضوا. وهي عندها 9 سنين هتنتقل رولينج مع اهلها لويلز وتكبر وتوصل لفتره المراهقه، واللي قالت عنها رولينج في مقابله لمجله ذا نيويوركر انها ما كانتش مبسوطه، وان الفتره دي كانت فتره صعبه في حياتها مع عائلتها ما كانتش احسن حاجه، وكانت صعبه في الوقت ده لان مامتها كانت مريضه وكان في مشاكل ما بينها وما بين ابوها وما كانتش بتكلمه. اما بقى بالنسبه للدراسه ودراستها الثانويه فهي يا سيدي ما كانتش استثنائيه، لكنها كانت ذكيه وشاطره في اللغه الانجليزيه، حتى انها قالت ان شخصيه هرمايوني اللي موجوده في سلسله هاري بوتر واللي كانت بتحب الكتب والدراسه دي كانت الى حد ما مستمده من شخصيتها، وان هرمايوني هي التصوير الكاريكاتيري لشخصيتها وهي عندها 11 سنه، وانها ما كانتش فخوره بده. هو ما عنديش فكره الصراحه هي ليه ممكن ما تكونش فخوره بده، لان شخصيه هرمايوني من اكتر الشخصيات المحبوبه والجميله في سلسله هاري بوتر. كمان قالت ان زميلها او البيست فريند بتاعها يعني في اخر سنه في الثانويه شين هاريس هو اللي الهمها بشخصيه رون ويزلي. في سنه 1982 بقى هتدخل رولينج اختبارات القبول لجامعه اوكسفورد، لكنها مش هتتقبل. هتبدا تذاكر عشان تاخد ليسانس اللغه الفرنسيه وكلاسيكيات الادب من جامعه اكستر في باريس. في الفتره دي بقى يا سيدي كانت على حد قولها ما بتعملش حاجه خالص، وبعد سنه من الدراسه في باريس هتتخرج رولينج وهتسافر لندن علشان تشتغل هناك باحثه وسكرتيره في منظمه العفو الدوليه. بعد ما تشتغل الشغلانه دي شويه بقى هتقرر ان هي ترجع لمانشستر، علشان في يوم من الايام في سنه 1990 وهي قاعده في محطه القطارات مستنيه القطر اللي رايح لندن اللي هيتاخر 4 ساعات، هيجي في خيالها فكره قصه عن طفل صغير بيروح مدرسه السحر. بتقول رولينج انها مش عارفه الفكره دي جات لها ازاي، وانها بتكتب من وهي عندها 6 سنين، لكن عمرها ما حست بالحماس ده ناحيه فكره زي الفكره دي. وبتقول انها في الوقت ده في المحطه ما كانش معاها قلم تكتب بيه الافكار دي، وكانت مكسوفه انها تسال اي حد عن قلم، فقعدت طول ال4 ساعات بترسم في خيالها تفاصيل القصه والولد الصغير بنضارته الطبيه اللي ما كانش يعرف انه ساحر. وبتقول انها في نفس الليله مجرد ما وصلت شقتها بدات الكتابه في جزء حجر الفيلسوف، وده الجزء الاول من هاري بوتر. في شهر ديسمبر من نفس السنه ماتت امها، وقالت انها توفت في نفس اللحظه اللي كانت بتكتب فيها روايه هاري بوتر، وانها ماتت قبل ما تقول لها عنها. وفاه امها خلتها تحس باللي حس بيه هاري بوتر لما خسر ابوه وامه، وده خلاها تكتب تفاصيل اكتر واكتر في الروايه. بعدها شافت رولينج اعلان في مجله ذا جارديان ان مطلوب مدرسه لغه انجليزيه في بورتو في البرتغال، فسافرت وكانت هناك بتدرس بالليل، والصبحيه كانت بتكمل في الكتاب. وهناك هتقابل الصحفي خورخي ارنتس، وهيتجوزوا في 16 اكتوبر سنه 1992، وهتخلف منه بنتها جيسيكا. كتاب السيره الذاتيه بيقولوا ان رولينج كانت بتتعرض للعنف الاسري من جوزها، وفعلا هيطلقوا بعد حوالي سنه، وهتاخد رولينج بنتها و3 فصول من روايه هاري بوتر وتروح على اسكتلندا علشان تكون قريبه من اختها. رولينج كانت شايفه من الاخر كده انها اكتر شخص فاشل عرفته، لا نفعت في جواز ولا في شغل، وكانت عاطله وما بتشتغلش، ده غير انها عندها طفل اصلا تصرف عليها. لكن رولينج كانت شايفه ان الفشل ده هو اللي حررها. اصل من الاخر كده ما هي ما بقاش عندها حاجه تخسرها، وما بقاش قدامها غير انها تعمل الحاجه الوحيده اللي بتعرف تعملها وهي الكتاب. في الوقت ده هيجي لها اكتئاب هيخليها حاسه ان مفيش اي امل في الحياه، وكانه بيسحب روحها، وده اللي هيلهمها فكره الديمنتور، الكائنات اللي بتمتص الروح والذكريات الحلوه في الجزء الثالث في هاري بوتر. هتسجل رولينج اسمها علشان تاخد اعانه فقر من الحكومه، وهي كانت بتوصف حالتها ان هي كانت فقيره لكنها ما كانتش مشرده يعني. رولينج هتترعب لما جوزها اللي كانت فصلت عنه يوصل اسكتلندا عشان يدور عليها هي وبنتها، وهتروح جري ترفع عليه دعوه قضائيه انه ما يجيش جنبه، وهتاخد حكم عليه، وهيضطر انه يرجع البرتغال من تاني.
رولينج بقى تعمل ايه؟ ما عندهاش حاجه غير ان هي تكمل كتاب. في سنه 1995 هتكمل مسوده الجزء الاول هاري بوتر وحجر الفيلسوف، وهتوافق وكاله ان هي تكون الممثله بتاعتها والواجهه بتاعتها يعني، ونشوف الروايه بتاعتك ده هتطبع فين، ونبدا بقى في رحله اننا ندور على دار نشر ترضى ان هي تنشر الروايه. هتتعرض الروايه على 12 دار نشر، لكنهم هيرفضوا كلهم. يا جدعان ده هاري بوتر عيب كده، لكن برضه محدش عاوز يطبعها. وبعد سنه اخيرا في دار نشر وافقت ان هي تطبع الروايه، وده مش علشان سواد عيون الروايه يعني ولا هم مقتنعين بيها. تخيل ليه بقى؟ ده علشان بنت رئيس دار النشر واللي لسه عندها 8 سنين قرت الروايه وعجبتها، وفضلت تزن على باباها علشان يطبعها لغايه لما وافق، ودفع الراجل ده لرولينج 1500 جنيه استرليني مقدم. وفي سنه 1997 هيتنشر 1000 نسخه بس من هاري بوتر وحجر الفيلسوف، وبعد 5 شهور بس من نشرها هتفوز الروايه بجائزه سمارتس، وهيفوز بعدها بجائزه كتاب العام للكتب البريطانيه. وفي بدايه سنه 1998 هيتعمل مزاد عالمي في الولايات المتحده الامريكيه على حقوق نشر الروايه، وهتفوز بيها شركه سكولستكس اللي هتدفع في الوقت ده 105,000 جنيه استرليني. رولينج قالت انها لما عرفت كانت هتموت من الفرحه، لكنها اتضايقت بعد كده من تغيير اسم الروايه في امريكا، لانها اتغيرت هناك من حجر الفيلسوف لحجر الساحر. وبصراحه يعني لولا الظروف والزنقه هي قالت انها ما كانتش هتوافق. وفي شهر 6 من نفس السنه هينزل الجزء الثاني من هاري بوتر اللي هو هاري بوتر وحجره الاسرار، واللي هيفوز برضه بجائزه سمارتس للمره الثانيه. في السنه اللي بعدها هينزل الجزء الثالث هاري بوتر وسجين ازكابان، علشان تكون رولينج اول كاتبه تفوز بجائزه سمارتس 3 سنين ورا بعض، هاتريك يعني. هي بقى ايه، قررت انها تسيب السوبر هاتريك وترجع لورا شويه علشان باقي الناس تاكل عيش، وسحبت الروايه من المسابقه في السنه الرابعه. هيتنشر الجزء الرابع هاري بوتر وكأس النهر في الولايات المتحده والمملكه المتحده مع بعض. هيكسر الجزء ده الارقام القياسيه في البلدين، هيتباع منه في اليوم الاول بس 372,775 نسخه في المملكه المتحده، وده اصلا اللي اتباع من هاري بوتر وسجين ازكابان في اول سنه كامله. في سنه 1998 اشترت شركه وارنر براذرز حقوق تحويل اول جزئين في الروايات لافلام، علشان تبدا واحده من اعظم سلاسل الافلام في التاريخ في 16 نوفمبر 2001. وهتهتم الشركه بتصورات رولينج عن الافلام، وهتحترم رغبتها في ان الافلام تتصور في بريطانيا وبممثلين انجليز، وده اللي هيحصل. ده غير ان رولينج هتطلب من شركه مشروبات شهيره اللي هتكون راعيه لسلسله الافلام انها تتبرع ب 18 مليون دولار امريكي للجمعيات الخيريه. رولينج كانت بتراجع كل سيناريوهات الافلام بنفسها، غير انها لو انت ما تعرفش يعني اللي انتجت اخر جزئين في السلسله اللي هم هاري بوتر ومقدسات الموت. هاري بوتر انقذ حياه رولينج وحقق لها ثروه كبيره جدا، ده غير الجوائز الكتير اللي كسبتها من ورا الروايه. الجزء السادس من الروايه عدت مبيعاته 7 مليون نسخه. عايزك تتخيل كده معايا في قد ايه، في اول 24 ساعه بس 7 مليون نسخه من الروايه اتباعت. انت متخيل النجاح؟ كتبت عنها مجله فوربس انها اول كاتبه تحقق ثروه وتبقى مليونيره من كتابه الكتب، تكون من اول 1100 اغنى انسان على الكوكب ده. رولينج كمان اتشهرت بموقفها السياسيه والاجتماعيه اللي خلتها تتعرض لنقد كبير توصل لدرجه التهديد بالقتل في اوقات كتير، وتبرعاتها للجمعيات الخيريه وجمعيات القراءه ودعم الكتاب. الكتابه غيرت حياتها، وهي فضلت وفيه للكتابه باقي حياتها. الحكايات دايما مهمه علشان نستفيد من حكايات ناس عاشت وتعبت ونجحت او فشلت، ولو ما استفدتش مش مهم، روح اتفرج على افلام هاري بوتر هتسليك. بس قبل ما تروح، لو الحكايه عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك، تنساش تشترك في القناه لو لسه مش مشترك، واشوفك في حكايه جديده، والسلام.